الوهمية. هل بدأت المناورات مجددا بوضع الخريطة على قميص جمهورية إفريقيا الوسطى في انتظار الفصل في قضية اتحاد العاصمة؟ تصوروا هذا الأسبوع لعب المنتخب المغربي أمام منتخب إفريقيا الوسطى. شاهدوا ماذا حدث، أعطينا الصور. إفريقيا الوسطى هذا المنتخب الذي دخل أمام المغرب بخريطة بلده، وليكيب مونتي هذا يعرف الجميع أنه سيتان ايكيب مونتي مغربي هو اللي أعطى لهم لو مايو. نذكروا أنه إفريقيا الوسطى لعبت المباراة أمام المغرب ذهابا وإيابا في المغرب. سيتي بروميير، المنتخبات جامي توضع الخريطة. شفنا حتى المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، التونسي، المصري، الليبي، كل منتخبات في إفريقيا لم تضع ولا تضع خرائط على قميص. في هذا الفيديو اخوتي غادي نشوفوا اول تعليق من الاعلام الجزائري علي بن الشيخ. صراحه ما هضروش على الماتش ديال المنتخب المغربي ضد منتخب افريقيا الوسطى، ولكن هضروا على الخريطه ديال دولة افريقيا الوسطى يلعبوا بها ضد المنتخب المغربي، وقالوا واش هذه خطه جديده من فوزي القجع من اجل وضع خريطه المغرب في كار اللي غادي يكون بالمغرب، وكذلك عودة الخريطة ديال القميص نهار بركة. صراحة الإعلام الجزائري وعلي بن الشيخ هب لهم خريطة المغرب. بلا ما نطول عليكم أخوتي، ندوزو نشوفوا الفيديو نتوما حكموا، اكتبوا لي أسفل تعليقات الآراء ديالكم، ونتلاقاو في نهاية الفيديو. الوهمية. هل بدأت المناورات مجددا بوضع الخريطة على قميص جمهورية إفريقيا الوسطى في انتظار الفصل في قضية اتحاد العاصمة؟ تصوروا هذا الأسبوع لعب المنتخب المغربي أمام منتخب إفريقيا الوسطى. شاهدوا ماذا حدث، أعطينا الصور. إفريقيا الوسطى هذا المنتخب الذي دخل أمام المغرب بخريطة بلده، وليكيب مونتي هذا يعرف الجميع أنه سيتان ايكيب مونتي مغربي هو اللي أعطى لهم لو مايو. نذكروا أنه إفريقيا الوسطى لعبت المباراة أمام المغرب ذهابا وإيابا في المغرب. سيتي بروميير، المنتخبات جامي توضع الخريطة. شفنا حتى المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، التونسي، المصري، الليبي، كل منتخبات في إفريقيا لم تضع ولا تضع خرائط على قميصها. هل هذا يوحي بأن قضية الخريطة الوهمية ستتواصل، خاصة أن فريق نهضة بركان يؤكد أنه سيلعب في المنافسة القارية بهذا القميص الخاص بالخريطة الوهمية؟ الأمور قد تصل إلى الانسداد، وقد نعيش سيناريو آخر مثل ما عشناه الموسم أو العام الماضي مع فريق اتحاد العاصمة الذي لحد الآن حتى يوم 13 نوفمبر. لماذا كل هذا التأخر في البث في قضية اتحاد العاصمة؟ يوم 13 نوفمبر سيتم البث أو الاستماع، جلسات الاستماع لكلا الطرفين. تصوروا منذ الموسم الماضي أو منذ الموسم الرياضي الماضي لم يتم الاستماع في هذه القضية. سامي العماري، نحن نتجه لقضية القميص الوهمي أو الخريطة الوهمية مكرر، يعني قضية بيس. الجزائر، أنا أظن أن وشاوي صرف هذا الدوسي أمر خطير وخطير جدا، ويستوجب من الطرف الجزائري الاستعداد ماشي حتى تطفر باش نروحوا نديروا فورفي ونخسروا، سواء السياسي ولا اللي يسمى يحطوا فورفي. صار لنا كيما صارت العام لا ولا المولوديه ولا كاين فرق مغربيه في رابطه الاحرار. احنا بول مومون نهضروا على بركان. لا الفرق الاخرى تقدر الخارطه تقدر ما بداتش الرغبه في هذا الشيء، جامي يهضروا على هذه. انا نهضروا على المحتملين السياسي يردون. انا حبيت نركز على بعض النقاط بريفمون. النقطه الاولى كيفاش طاس لافير صارت في اون افريل 2023 2024 افريل هذا العام، ولكن الموسم الماضي كما قلت نتايا لي زوديونس يبداو 8 موا ابري. سي دو جامي فيو، سي دو جامي فيو. الوغ حنا كي درنا لا دوموند الاستعجاليه رفضوها لنا سور بلاص. شفاو هذه سي الاستعجالي، مي رفضونا لنا سور بلاص. نعم، مي وعلاش لافير خليتها 8 موا باش يبداو لي زيديسيون؟ ستادير الفيرديك يقدر يروح ل 2025.
2025. هذه النقطة اللي يعني تخليك تخمم شوية باللي هناك تحايل، أنا بور مو شوي كونفيكو باللي هناك تحايل. النقطة الثانية، السكرتير جينيرال دو لاكاف واش كان يقول؟ كان يقول نستناو لا ديسيزيون دو باس باش ناخذوا القرار تاعنا في قضية اتحاد العاصمة. الكاف ما استناش القرار تاع باس. هذا الأسبوع ولا صافي أسبوعين عطى الاتحاد العاصمة اموند امون تاع $40,000. وعلى من لو كان طبقوا القانون، لو كان ماشي حنا لنا رابحين نحاول السانكسيون تاع 2 ans. اي نورمالمون سي دو، مي عطاونا غرامه. انا بور موا pour le moment, c'est une sanction. C'est une sanction. Sanction quand on a été éliminé sur le terrain. منعونا بالتتويج واتحاد العاصمه كان كاباب يدي هذيك لا كوب دافريك، هذيك الودود. نحاولنا لا بريم تاع لا دومي فينال، ما تنساوش يا الخاوه. حنا حبسنا في لا بريم تاع كارت فينال، ونا با بري لا بريم دو لا دومي فينال. والان نزيدوا نخلصوا $40,000. الان خرجت هذه النقطة هذه اللي قلت عليها، وهي الأهم، هي الخارطة في المايو تاع سونتر افريك. اللي كل يعلم باللي هذا سونتر افريك يعني سيتين فريق قريب من الفريق المغربي، عطاو لوكاج. انا جو مو دومون ليكيبونتي مغربي، ليكيبونتي اوفير تو، يعني ليدي جايه من الطرف المغربي، يعني يفو ميو ديال لا فيريتي. يا رضوان اسك هذه بيسك راهم يقولوا 13 نوفمبر، هذا ستان دوسيا وجدوه فريق بركان ولا الفيدراليه المغربيه باش يحطوه حجه في الجلسات تاع 13 نوفمبر باش يقولوا ماشي غير حنا اللي درنا هذه، ميم سونتر افريك داروها بكومباراسا داروها كونتر المغرب. اسك فهمت تاخير لي زوديونس ل 13 نوفمبر، هاد العفسه تاع لا ديسيزيون تاع الكاف والخريطه في السونتر افريك. انا جاب لي ربي كل المعطيات تشير الى انه راهي تعمل ضد الجزائر. صب انه اذا احنا الطرف الجزائري ما وجدناش روحنا لا ريبونس، باسكو الانسان يقول الحقيقه في الكاف واحد ما يرحمنا، اذا ما وجدناش لا ديفونس الى لا ديفونس في الطاس ولا ديفونس ايفونتويلمون ولا خسرنا في الطاس، راح نتجهوا الى ان دوزيام فورفي اللي ما يساعدش الجزائر. سي امبوسيبل كو اشاك فوا دوكا اون ايكيب الجيريان نطيح مع بركان نروحوا فورفي كوم دي نوفيس، سي با بوسيبل. دونك انا ناشد الفيدراليه الجزائريه لكره القدم لازم توضح لنا ورقه الطريق تاعها في هذا الدوسي. واضح. معاذ نمرودي، كيف ترى الوضع؟ الامور اصبحت المؤامره تدبر وتحاك لجلسات يوم 13 نوفمبر ضد اتحاد العاصمه اولا، ونخشى ان يتواصل الامر في نهائيات كاس افريقيا بالمغرب اللي راح تلعب في المغرب، والجزائر تاهلت رسميا. لو من هذاك الوقت يقول لك هاي لافريك سنترال دارت الخريطه، كاع نديروا الخريطه ويديروا الخريطه الوهميه اللي يعرفها العام والخاص. ولا رضوان، يتضح انه القضيه اصبحت قضيه سياسيه وتعدات الشان الرياضي بكل الصراحه، لانه اليوم احنا ننتظر الطاس هي اعلى هيئه صناريه ما عندها حتى علاقه مع الاتحاد الافريقي للعبه. الاتحاد الافريقي اصدر قراراته ولكن فيما يخص الغرامه على اتحاد العاصمه، ولكن اليوم الطاس هي المطالبه انها تنصف الطرف الجزائري اليوم وتنصف اتحاد العاصمه في هذه القضيه، لانه نعلم انه كيف تدار الامور اليوم في الاتحاد الافريقي بكل وضوح. نعلم انه اليوم الخروقات الكاف هي نفسها تخرق في قوانينها. الارتيكل 60 من قانون العتاد على مستوى الاتحاد الافريقي واضح وضوح الشمس، ويقول لك ما توضعش الخرائط والاقاليم والرسومات وشعارات سياسيه على القمصان. اليوم الاتحاد الافريقي في التصفيات تاع كاس افريقيا شفنا افريقيا الوسطى كيف وضعت هذه الخريطه، ونعلم انه كيف هناك المؤامره، لانه لجنه المسابقات اللي هي
في الاتحاد الافريقي نعلم من هو رئيسها، هو الموريتاني، نعلم كيف تدار، نعلم لما تطرح مثل هذه القضايا على مستوى لجنه المسابقات وكما صارت في القضيه تاع اتحاد العاصمه وين تملص من المسؤوليه وخلى ان تدرس وتترأس اللجنه تاعو من طرف النائب تاعو حتى ما يكونش طرف في القضيه، وهو وقف خفيه مع الطرف المغربي، وقف مع نهضه بركان. لذلك انا نقول لك اليوم القضيه سياسيه اكثر منها رياضيه ومتوقفه على قرار الطاس، واذا راحت القرار الطاس لانه ما فيه احترام لا الميثاق الاولمبي لا قانون الفيفا لا الانترناسيونال بورد اللي هما مشرع قوانين كره القدم، لانه اليوم كل المواد في صالح الطرف الجزائري. ومؤخرا محامي الاتحاد الجزائري لكرة القدم، معلومة اللي عندي أنه بلغ رسميا الاتحاد الافريقي لكرة القدم موقف الجزائر من هذا القرار ومن الخريطة هذه الوهمية ومن الشعارات السياسية، لأنه هذه اليوم ما يش تتوقف عند خريطة، ولكن عندها أبعاد أخرى. عندها أبعاد أخرى، أنه نرفض تماما مثل هذه الممارسات. إذا كان حتى الطاس اليوم زاد وقف ضد اتحاد العاصمه، هنا الامر خطير. وانا نوجه كذلك نداء رضوان، لانه اليوم مؤخرا نشوف الاتحاد الدولي للدراجات وجه توبيخ وانذار للاتحاد المغربي للدراجات، لانه الامر كذلك اليوم يتعدى كره القدم، ما بقاش اصبح كره القدم ابعاد سياسيه، ابعاد سياسيه، واصبح في باقي الاختصاصات. اليوم انت حتى احنا كجزائريين اليوم في مختلف الهيئات الدوليه، اليوم لما نتحدثوا على اللجنه الاولمبيه الدوليه عندها دخل في هذه القضيه، لانه ما فيش احترام للميثاق الاولمبي. كذلك الجزائريين اللي هم متواجدين في هذه الهيئات لازم يضربوا فوق الطاوله، وما ننتظروش الا اتحاد العاصمه والاتحاد الجزائري فقط نحصرها في كره القدم اللي يدافعوا على هذه القضيه اللي هي قضيه سياسيه. رضوان. طيب علي بن شيخ، هل من تعليق حول الذي يحدث؟ الكاف اصبحت مختطفه، هذا شيء مؤكد، ولكن ماذا يمكن ان نصنع لو المؤامرة تتواصل بمثل هذه الطريقة؟ Déjà, pour commencer, ils ont bien choisi هذا الأرنب أنا لي هذه البلاد هذه. لأن نجي نشري لك تريكوات في الحومة ما يقبلش تشري له تريكوات. سي حاجة ما عندها حتى أنا ليا ما عندها حتى معنى هذه وحدة. ولكن نقعدوا في الباب كما قال معاد، on sait très bien c'est politique. صح. هنايا شوف كاين زوج حوايج اللي بداو يهضروا قبل الاولين، هما كاين لا فيدراسيون الجيريان فوتبول اي لو كوميتي اولمبيك، زوج حوايج، والوزاره الشباب والرياضه اللي ولا راهي هنا واقفه هنا اللي تبرهن. صح. وكاين اوتر شوز. اليوم لحقنا لواحد الدرجه واش صاير في غزه كشف لو موند كشفوا العالم تنكشف. يا بلو دو ديموكراسي، يا بلو دو جوستيس، يا بلو ريان. القوه هي اللي تنفع. انا اليوم بقيت ما نزيدش نامن بلي يا كرون ديموكراسي وانتوما ديكتاتور. كاع رانا في شكاره ما كاين والو، ما كاين والو. اليوم هما حاكمين لاكاف هذه. هنا هادو لازم يتدخلوا، ولازم السلطه العليا اللي تتدخل سي لو بلان بوليتيك، تتدخل فوق مع لي ريزو تاعها، لي ريزو تاعها، لي ناسيون اللي معانا ملاح في لافريك، منهم لافريك دو سود، منهم سير بوكو دو بيي ليجيبت وروح يتدخلوا. قال باش هذا الشيء يحبس، خاطر صاسي ولات سينما. شفت واحد هذا اللي يجي يقلقك كل دقيقه حتى تحب كل دقيقه يجي يقلقك. بصح سكي فا اللي نخافوا منه هو بوكو بليس غدوه. كاين المولوديه، كاين سي ار بي، وكاين سياسي لعبوا كوب دافريك طيح كانا معاك. زيد قالنا نروحوا ما نلعبوش. البروبليم هنا هضرنا عليه العام اللي فات. سيفري الفوك هنا تتدخل، قال ستوب هاد السينما هذه حتى نهار المشكل تاع الصحراء اوكسيدونتال وجو نسي با كوا، نهار يدخل في لي ناسيون زوني حكمت عليه الامم المتحده ولا كاين لي ناسيون زوني كيما راهي رايحه. انا نشوفها زيد ما هي ما تكزيستي، لان ما كان حتى احترام. مي بلوز او موا حتى تبان هذا الشيء. مي اليوم انت دير هذه عندك دوطر شوز اللي تاوعك، روح ديرهم هما، ما ديرش هذه. فهمني؟ صح. مي باش كل شاك فوا يقلقونا، ما يقلقوناش حنا كي يديروها. انا ولا حاب يديرها كاع في التريكوات.
انا وين نتقلق لورسكو ان ايكيب الجيريان طيح مع وحده تاعهم ويجبدوا روحهم هما خابزه هذه هما خابزه مع الاسلام فواريتي السينما هذه. كذلك رضوان انا نتساءل اليوم قوانين الاتحاد الافريقي لكره القدم تعترف بخدمات قوانين الكاف تعترف بخدمات الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي لما نتحدثوا على البلدان وسياسيا والاتحاد الافريقي يعترف بالصحراء الغربيه. كاين هناك تناقض. هنا اليوم يجب تحرير الكاف. انا نقول لك لانه مختطفه لا حتى سياسيا وما عندها حتى رول لانه ما تعترفش انت بالاتحاد الافريقي تتناقض تقول نعترف بالخدمات تاع الاتحاد الافريقي وهي تعترف بشرعيه الصحراء الغربيه ولكن لما نشوفوا على الواقع ارض الواقع ارض مغتصبه. واضح. نختم مع سمير هذا الموضوع. هل الحل في ترشح وليد صادي لعضويه المكتب التنفيذي للكاف لأنه يوم 13 نوفمبر راح يكون آخر أجل والانتخابات ستجرى في شهر مارس القادم؟ هل من أجل إيقاف النزيف بعد خسارة عمار بهلول فيما سبق خسارة الكثير زفزاف أيضا هل دخول وليد صادي للمكتب التنفيذي للكاف وإعلان ترشحه قد يكون بويت سوفتاج ممكن على الأقل كي نقولوا داخل الكوميتي اكزيكتيف تاع لاكاف ما يكونش هذا الاختطاف ظاهر للعيان بطريقة مفضوحه؟ هذا في الجزائر والعوده في لا ديريكسيون تاع لاكاف ونظن ان وليد سعدي تو انتيري باش يكون كونديدا لازم عامل يعني في لاباز في لي كوليسي تخدم على الصعيد السياسي ولكن مشاهدينا الأعزاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد وديما مغرب والصحراء مغربية.